يا سيادة المستشار. انت لسه صاحي؟ لسه صاحي؟ اتفضل. ايه يا استاذ محمود؟ اتفضل. محمود انا بكلمك من مارينا. لا يا بختك يا سيدي يا سيدي. دلوقتي انا متابع من الصبح الكلام ده. نعم نعم. تعليق صغير جدا. اتفضل. السفريات بتاعت الاخوه اللي في اتحاد الكوره. سافر 2 سافر 3 سافر 4 بتعتمدها الجهه الاداريه، بيطلع قرار من السيد حسن صقر. بالظبط. الناس دي لما حدش فيهم لابس طاقية لخفه وفجاه بقى في زيورخ. وبعدين يقول لنا بقى مين الحرامي؟ هنا بريده ولا محمود طاهر ولا سمير زاهر؟ الناس كلها ولا ايمن يونس؟ الناس دي كلها ناس محترمه. نعم. 2 انا ليا فلوس، انا نادي الزمالك مثلا ليا فلوس في اتحاد في اتحاد الاذاعه والتلفزيون. الدوله كلها ما فيهاش فلوس. تمام. انت بتقول لي ليه ما حصلتش؟ لا ما تقوليش انا. انت تخاطب اتحاد الاذاعه والتلفزيون او تخاطب السيد وزير الماليه، لكن انت لما تيجي النهارده تعمل لي عايز افرق بين السرقه وبين المخالفه. ايوه. النهارده انت بتحول الورق ده للنيابه العامه، انا عرفت اللي حصل. هو حسن صقر بيتكلم بصراحه محمر عينه عشان ماجد نوار. وعشان ماجد بينتقده فهو متصور ان سمير زاهر مسلط ماجد نوار. وده يا جماعه انا بقول دي شخصنه للموضوع، زي ما عمل في اتحاد الجمباز. عمرو السعيد ادى صوته في اللجنه الاولمبيه على غير رغبه حسن صقر. عمرو السعيد مع ابن مصطفى السعيد، على فكره انا مختلف مع الدكتور مصطفى السعيد لانه قريب عبد الرحمن برضه، لكن ما حدش يقدر يقول ان مصطفى السعيد حرامي ولا عمرو حرامي. خلاص بقى له 10 ايام محمر عينه لعمرو السعيد عايز يحل اتحاد الجمباز. ولذلك ده انا عرفت انه داخل صدام مع السيد رئيس الوزراء وهحله انا هحله. عمرو رفض ان هو يدي صوته اللي جابه في الاوضه وقال له انت هتدي صوتك لفلان الفلاني ضد حسن مصطفى. الراجل رفض فابتدى يتحرك كده. هو في انتقاد من ماجد بقى له فتره للمهندس حسن صقر، ولازم يبقى عنده شجاعه يطلع يقول. هو متصور ان ماجد نوار ده شغال عند اتحاد الكوره. ما يعرفش ان ماجد نوار احيانا بينتقد اتحاد الكوره. هو متصور ان اللي مسلطه سمير زاهر. يا استاذ الفاضل، يا استاذ حسن، انت النهارده لما يكون عندك مخالفات اللائحه بتقول ايه؟ بتقول انك انت بتخسرني وتقول لي خلال 30 يوم حل الكلام ده. ولما ما حلوش قدامك طريقين، طريق جنائي انك توديني النيابه العامه، وطريق اداري انك بتحل مجلس الاداره. وما ينفعش انك تبعت جواب امبارح وتقول لي فيه والنبي انا على فكره مش محامي اتحاد الكوره. ايوه طبعا. محامي وانت عارف يعني. نعم نعم. انا متابع يعني شايف القصه ماشيه ازاي. انت راجل النهارده بعت جواب امبارح بتقول له رد لي في 48 ساعه على 50,000 حاجه والا هوديك النيابه. الراجل قبل ما يرد رحت موديه النيابه. عايز اعرف هل انت يا حسن صقر عندك الشجاعه انك تطلع وتقول ان حد في اتحاد الكوره تربح الدوله على مال عام؟ لا اطلاقا. لو هو عنده شجاعه تقول الكلام ده وانا اول واحد ابقى معاه. انما تقول لي اصله سافر، لا هو سافر بقرار وزاري من عندك. طبعا هو الاستاذ مدحت البلتاجي اللي بيوقع على القرارات. سيبك من مدحت البلتاجي ده حاجه كان بيشتغل في البترول وجابوه جامله كان معاه في بيلعب يد وجامله لا مؤاخذه ما تفهمش حاجه في انا اسف يعني اللوائح ودليل على كده ان اللي بيحصل حضرتك زي ما انت شايف ان احنا كسبنا منه 23 قضيه وربنا يسهل في ال 24 ان شاء الله. لكن انا عايز اساله سؤال يا استاذ حسن، اصل اللي حصل ده حصل معايا قبل كده. نعم. لما جه حد يحلني بلاش عندي ولا مخالفه. انا راجل متبرع للنادي ب 2 مليون جنيه وفي نفس الوقت اقرضت النادي 2 مليون جنيه، يعني كل مدخراتي اللي موجوده في البنك باسم ولادي من ساعه ما اشتغلت النهارده اقرضتها للنادي. تمام، ما خدتهاش لغايه دلوقتي، مش هي دي القضيه. لما حد يحلني قال لي بقى انا راجل عملت على حسابي منشآت ومش عارف ايه في حمام حاجات كتير يعني. نعم. احنا بعتنا لجنه لقينا الطوب اللي موجود، انت بتقول ان الراجل المقاول اشترى طوب 10,000 طوبه لقى 5 طوبات ناقصين للسور. يا استاذ حسن 5 طوبات ايه؟ يا استاذ حسن هو فين اجوجو؟ فلوس اجوجو. يا استاذ حسن نادي الزمالك فيه 9 مليون جنيه دفعوا الشيكاباله غرامه من خزينه النادي. يا استاذ حسن فين فلوس خالد سعد؟ يا استاذ حسن فوق معانا بقى. بلاش تشخصن القضايا. يعني حضرتك شايف ان الموضوع موضوع متعلق بجريده ما او بفلان ما، لكن انا بتكلم على الجانب ماجد نوار. اوكي. لكن انا بتكلم على الجانب القانوني يا سياده المستشار. انا ما عنديش قانون
دلوقتي انت راجل، انا سافرت اولا، انا ضد انه اي حد يسافر على اي حساب اي حاجه. يعني انا وانا راجل رئيس نادي، عضو مجلس اداره ونائب رئيس و4 دورات، لم اسافر ولا مره على حساب النادي. لكن انت طلعت لي قرار وزاري، انت وافقت خلاص على ده. انت جيت النهارده قلت لي لا انا بتكلم على التحصيلات الماليه، بتكلم على التحصيلات الماليه. اثنين، انا نادي الزمالك يا اخي، ما انا قلت لك هو انا كان عندي الحاله دي، عندي فلوس في مكان معين خلاص. انا اروح اتخانق مع اتحاد اذاعه التلفزيون ما عندوش فلوس بالظبط، والا يعني افسخ بقى كل تعاقداتي، ما هو ما حدش عنده فلوس. انا بص يا بيه، حبيبك يبلع لك الزلط، تمام، عدوك. بعدين فيها بيتردد كلام بقى مش طبيعي اليومين دول بقى، ان اوراوا اشترط عشان المصالحه مع مصر ان سمير زاهر لازم هو يمشي ورجالته. ما يقول الكلام ده يا جماعه؟ يعني احنا اتشتمنا من الاخوه في الجزائر وانضربنا منهم، وبعدين عشان يصطلحوا تيجي النهارده تشوه وتقول يعني انت بتصور محمود طاهر يبقى حرامي؟ لا اعوذ بالله. لا هو الحقيقه ما قالش كده، هو قال لك بس انا بحيل للتحقيق. يعني هو احنا شعب جميل برضه. انت بتقول ايه؟ حاله فلان الفلاني النيابه ده معناه انه حرامي خلاص. وانا النهارده مخالفه جهاز مركزي عاملها او عندك لجنه من التفتيش عاملها، طب يا احمد اديني فرصه ارد عليك. انما اللائحه بتقول 30 يوم ارد. بالظبط، رد ما قدرتش بالظبط. جزاءات ثانيه تحل مجلس الاداره، جمعيه العموميه ترجعها. لا وما فيش اتحاد فيك يا مصر ما عندوش الكلام ده. لكن لا انا عايز اقول لك حاجه. نعم، مجلس القومي للرياضه اصلا كله مخالفات. يعني كل جهه فيها الرياضه نعم كله مخالفات. لكن عايز اقول حاجه، انا بناشد السيد رئيس الوزراء. يعني انا راجل كتبت من حسن صادق ده 23 قضيه. ليه؟ لان مش عشان انا عنتر في المحاماه، بالعكس انا راجل محامي عادي، لكن لانه قراراته غلط. ممكن يا جماعه مسؤول يغلط 23 مره ب 23 قرار تمام واحده ودوائر مختلفه تلغي له هذه القرارات في محكمه صحيح. العليا. عايز اقول له يا حسن اتقي ربنا في بلدك، اتقي ربنا، بلاش شخصنه. تختلف مع عمرو مصطفى السعيد تحله، تختلف مش عارف مع مين في الملاكمه تحله، تختلف مع ما ينفعش. تمام، احنا مش في عزبه يا استاذ حسن. الحرامي اطلع كده اعمل بيان، قول سمير زاهر، محمود طاهر، هاني ابو ريده، ايمن يونس. انا اعرفهم عن قرب، يعني عارف كلهم شرطه. طبعا ربحت صحيح. سهلت السيره. اصل اللي بيروح النيابه ده بيروح ليه؟ يا اما استولى على مال عام، يا اما تربح، يا اما سهل السيره على المال العام. انما النهارده جاي تقول لي اصل هو سافر، ما انت مديله ليه؟ قرار وزاري. يقول لي اصل ما حصلش فلوس من الاتحاد زي التلفزيون او وكاله من الوكالات. نعم، الدنيا كلها مخربانه في يعني انا النهارده اتحاد زي التلفزيون ما عنده فلوس. طب ما في ناس منتجين مسلسلات بقى هو اللي اتحاد زي التلفزيون ما خدهاش لغايه دلوقتي. ايوه بالظبط، هو في ازمه ماليه في البلد كلها يعني. صحيح اتقي ربنا. تمام. وخلي الاخ مدحت البلتاجي ده صاحبك وحبيبك، اتقي ربنا. مش كل ما تتغاظ من واحد يا توديه النيابه يا تحله. في النهايه انت بتطلع، يعني انت في النهايه عايز ايه؟ لا هو في النهايه الامور هتتضح اكيد. انا بشكرك يا سياده المستشار واتمنى لك استمتاع في